هو مدرب البرتغال سانتوس فعلا غدر بكريستيانو رونالدو، بدأ يتجاهله وبدأ ينسى تاريخه والمجد اللي صنعه للبرتغال والمجد اللي صنعه مع سانتوس، ولا كريستيانو فعلا سانتوس صديق مقرب ليه جدا وسانتوس بيعمل لمصلحته ومصلحة كريستيانو ومصلحة البرتغال؟ وليه بدأ بعد ما بدأ بيه الثلاث ماتشات بتاع دوري المجموعات بدأ يقعده دكة؟ ايه المشكلة؟ الموضوع ماشي ازاي؟ كريستيانو في مشكلة معاه ولا سانتوس بيفكر في مصلحة كريستيانو قبل المنتخب؟ الحقيقة ان سانتوس مقرب جدا لكريستيانو وعايز يخلي كريستيانو توج بكأس العالم قبل البرتغال. طب ايه السر؟ هقول لك انا السر. في الحقيقة محدش يقدر ينكر ولا سانتوس يقدر ينكر مجد اللي صنعه كريستيانو رونالدو مع البرتغال. البرتغال من غير كريستيانو صعدت ثلاث بطولات بس كاس عالم من 17 بطولة، مع كريستيانو صعدوا 5 بطولات من 5 بطولات. ولا بطولة من غير كريستيانو البرتغال خدت مع كريستيانو بطولتين منهم الأمم الأوروبية، خدتها من فرنسا في النهائي. كريستيانو كان الهداف 3 أهداف، وصناعة أحسن صانع ب3 أهداف مناصفة مع ناني. واخدوا البطولة من فرقتين فرنسا وكرواتيا اللي هم بعدهم بسنتين على طول كانوا بيلعبوا نهائي كاس عالم في 2018. البطولة ما كانتش سهلة. سانتوس اصلا مدرب خواف شويه، بمعنى ان هو بعد ما خلص المجموعات بقى الفرق بين المجموعات والاقصائيات، المجموعات هي 90 دقيقه تلعبها، كسبان خسران متعادل الماتش هيخلص. هو حاسس ان المجموعه في المتناول وخلاص انا كسبت. ليه بقى قعد كريستيانو في الاقصائيات؟ هقول لك انا. الاقصائيات مش 90 دقيقه، الاقصائيات ممكن تروح معاك 120 دقيقه وضربات جزاء. طب انت تبدا بكريستيانو لو الماتش متعقد منك ومقفول، كريستيانو مش هيقدر يجاري الريتم بعد 37 سنه، مش هيقدر يجاري ريتم ماتشات كاس العالم اللي احنا بنشوف فيها بدني لاخر دقيقه وبتروح ضربات جزاء. طب هتلعب بكريستيانو 70 75 دقيقه، طب الماتش متقفل، انك هتعمل ايه؟ هتطلع كريستيانو رونالدو عشان مش هيقدر يجاري بعد الماتش. بعد كده الاشواط الاضافيه هتخسر حلول كريستيانو رونالدو والفينش بتاع كريستيانو في الاشواط الاضافيه والحلول اللي بيقدمها. ولو كملت ورحت ضربات جزاء هتخسر اهم ضربه في المنتخب بتاعك. كريستيانو رونالدو احسن منفذ ضربات جزاء دلوقتي في العالم كله مش في البرتغال بس. طب ايه الحل؟ اخلي كريستيانو يكمل بقى ال 120 دقيقة؟ البدني بتاعه مش هيجيبك. طب هتطلعه وفي الاشواط الاضافية مش هتلاقي حلول كريستيانو، لو رحت ضربات جزاء هتخسره. طب هتعمل ايه؟ سانتوس مدرب اصلا في طبعه كده جبان شويه. هو قال لك لا انا ما ابداش بكريستيانو، انزل كريستيانو الشوط الثاني لو الماتش متقفل مني، لو انا مرتاح خلاص تمام زي ماتش سويسرا. لو الماتش متقفل مني انزل كريستيانو يخلص على اللعيبه اللي ميته بدني الشوط الثاني، يخلص يجيب لي حل من هنا يجيب لي حل من هنا. ما كانش كده ورحت ضربات جزاء، كريستيانو هيلعب اهم ضربه اللي بتريح الفرقه كلها، وابقى ضامن بنسبه 90% مفيش حد ما بيضيعش، بس بنسبه 90% كريستيانو هيحط الضربه بتاعته هتفتح مع الفرقه كلها نفسيا. بدل ما انزل كريستيانو من اول ماتش، لو الماتش اتقفل مني لا هعرف اخرج كريستيانو عشان ما اخسروش في الاشواط الاضافيه واخسره في ضربات الجزاء، ولا هقدر اسيبه عشان كريستيانو مش هيقدر يجاري رتم ال 120 دقيقه في وقت الماتشات كلها. البدني بتاعها دلوقتي خلاص كله فول بدني.